بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، اليوم نتكلم عن أبا بكر رضي الله عنه، الخليفة الأولى للمسلمين أو الخليفة الأول للمسلمين، لنتعرف عليه خصوصا إلى أن دخل في الإسلام، وربما في الجمعة القادمة حياته في الإسلام كيف كان. اليوم سنتكلم ونعرف من هو خليفتنا الذي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاد الأمة إلى الفتوحات العظيمة. برايد عزيز إيرام بحث خليفة خوي عول حضرت أبو بكر بكن خدا جي راضي به. حفتات شوي مگو صحابية أبو بكر الصديق شخوا خليفة قبول كر. إيران في خليفة خو ناسك مسروك مكية مازنة مكية أبيك بيا خليفة أب إنسان هاني كيبو، خصوصا أمي أنا حياته وي جتشيبوناوي حتى كبو مسلمان حفتا بشتويجي إن شاء الله حياته وي الإسلام دا تشتكي جاوبوا لي. أما في خليفة خو ناسك من خليفة ما مازنة ما أبيكو كت جي بيخنبر حتى كلمة خليفة زمان عربي دا أبيكو تكفى جي هيك يكت كفى جيوي، يعني أبي الدوي هاتي أبيكو دو بيخنبر هاتي جاء أبو بكر الصديق راقوتن خليفة رسول الله. فاشي حضرت عمر جهاد يقول أبي يجيبوا كت جي أبو بكر الصديق إذا قوتن دريج دبا خليفة بيخنبر دريج قونا با آخري هات عقلية كي قوان بيجن مظنة بسلمانة أمير وان لو ماش حضرت عمر فرد هات قوتن أمير المؤمنين، يعني أبي كو أورغانيزا كار مسلمانتك. أولا اسمه المعروف عبد الله، وهناك من يقول كان عبد الكعبة فغيرها الرسول إلى عبد الله. أبوه اسمه عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم بن مرة كعب، يجتمع مع الرسول في جده السادس. هذا هو يعني قريشي، نفس القبيلة الكبيرة قريش، ولكن هو ورسول الله في الجد الثالث يلتقيان في بعض. هكذا نسبه كذلك قريشي ومن أقارب الرسول، ولكن في جده السادس. أبو بكر ناويكم معروفة ناس كريا جراد بيجن ناوي نورمال عبد الله. هنا كي كتابة قوتي ناوي عبد الكعبة بيه كعبة وزان كعبة بيت الله ناوي بيغمبر قوتي كعبة نابر ناوي تا عبد الله بلا احتمال كما ظن عبد الله ناوي عبد الله بري همود هاتن خبطون بابي بيغمبر ناوي عبد الله بو يعني نورمال ناوي بابي عثمانة ورحاصل دچا د کال خوی باوی خوی ششادا یک دو سه اوه ششادا او پیغمبر اقربای هفن، يعني ابو بكر خريب نج عائله پیغمبر عليه الصلاه والسلام او جي قريشي پیغمبر جي قريشي باوی يعني کال یو پیغمبر د کال خوی ششادا برای هفن او ساکن او پیغمبر اقربای هفن، يعني وانه کو کتن جي پیغمبر حضرت ابو بكر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علي ان ابي بنزي كره ابويه أبي بشكي جوي دوتر حضرت عمر حضرت عثمان لأبو بكر جي خديجة رازبة د كالي بيخنبر ششادة أو بيخنبر أقرباي هفين. كنيته يعني ما كان يكنى به يقال له أبا بكر، هذا كنيته المعروف، ولذلك كثير من المسلمين لو قلت عبد الله بن عثمان يقول لا أدري من هو، لكن قلت أبا بكر يقول خلاص نعرف من هو، فكنيته سبق اسمه. كنياوي يعني ناوي كوبي هاتيه ناس كرن جراد بين ابو بكر، يعني بابي بكري نك ناوي كري بكرتنا ابو ما جرا قوتن بكر، حتى وصل ناوي مشهور بيه ابو بكر تجرى بيجي عبد الله كري عثمان نزان عبد الله كري عثمان كي ابن زار يعني لقى وقت ابو بكر هذا بيام زان كي ابو بكر يعني خليفه پیغمبر عليه الصلاه والسلام. القابه اي ما لقب به من الاسماء. يكتنج معنا ربج نكن قير داوي والله دانك تشج ناتشا ونقوي خد قرن يعني داويد بس يداتش ما عاجز كذا عاجز نك حق لي ولا اللقب اسم، ولكن ترى له شيئا آخر ليس كنية ولكن لقب. أبا بكر رضي الله عنه كان له عدة ألقاب يلقب به، منه العتيق. رسول صلى الله عليه وسلم قال أنت عتيق الله من النار، أعتقك الله من النار. وله اسم الصديق، كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك له كنية، يقول الصاحب الذي كان صاحبا للرسول خصوصا ليلة الهجرة. وكذلك له كنية أخرى الأتقى الذي كان يكثر من الاعتاق الرقبة في سبيل الله عز وجل، يشتري العبيد المسلمين الذين يعذبون فيعتقهم في سبيل الله، فسمي بالأتقى الذي أعتق كثيرا. كل هذا من كنيته رضي الله عنه. أبو بكر الصديق ما قلنا أبو بكر اللي كان حب بكردية ما بين بش نافك يعني كي نافل داتينن. ابو بكر الصديق جي خديجه رضي به كان حب نافك على داني بنيان ناف بخير نه ناف خرابه امش دوم فلان كاسو شيشكو كنك ابنا ناف بشرف يعني ناف بشرف. يك جوان جرات قوتن عتيق يعني او كسي كج اگره جهنمي هاتي عتق كرن بكردي بجي ادب متاع عتق يعني آزاد كر معنى آزاد بكردي معناه آزاد. حتى مه رمضان تاعد مجارة بيت مجاگره جهنمی آزاد بك يعني أفا معنوي. يك جنابي أفا پیغمبر جرا قوتي خدای تجاگره جهنمی آزاد کریه پیغمبر جرا بي ناوید بجه ناوی یک صدیقه شكون بصديقيات يا مشهور كرن و پیغمبر بخوج عليه الصلاة والسلام جرا كلمة صديق خبتان ديه روح پیغمبر لسر چیای احد بي احد لرزي پیغمبر نگی خلید خد به اثبت يا احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان دبي بس اغنى يحد نلقى پیغمبرك لفرايه حبكي صديق لفرايه دحب شهيد لفرانه بس اغنى حضرت عمر وحضرت عثمان بونه پیغمبر واقعنا قوتيه پیغمبر جرا قوتيه صديقي اوجش تصديقه پیغمبر ده پیغمبر چه قوت راست بش پیغمبر دقاس پیغمبر دقو خلاص قبولتكم تقول شما قدسي هاتمه قو خلاص راسته يعني تصديقه زياده صدق شويات يا پیغمبر شي قوت تقول خلاص يعني شبهه تردد عجبه فرداوي تنبو نابكي ويدن إجراد من الصاحب صاحب معناه هفال أبيك هفال پیغمبر بو حتى قريشية أبو بكر بريا پیغمبر جي أو پیغمبر هفال هفون أمي أنا بجن كينغا خودي يدايا تشتي دبو تقول هفالته يعني مثلا پیغمبر تشكي تقول دهات أبو بكر تقول هفالته وها قوت يبي كلمة هاني هفال جراد قوتن لقرآن الكريم جي أبو بكر راب بالنافع هفالتي إذ يقول لصاحبه لا تحزن وقتی پیغمبر صلى الله عليه وسلم تابع أبو بكر دمغاره دابون شبه هجرته أبو بكر قال لك محزون بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام يقول محزون نبه هفال ما خداد قال ما يعني ايجا خدای في كلمة صاحب جلق وتي هفالي وي نافع كيدن جي أبو بكر بجن أتقى يعني أبي كبر عبدا آزاد كعبد مزانة جنب كردي كولنا يعني ابو بكر وزان بلال حبش وكان حب انسان دن خدا جرازي بوانا بون مسلمان لفقير بون كولا بون خويوان ظلم لوان تكر ابو بكر الصديق شو بروان سند وندقون آزاد وبراي من سربستن لما جراد بن أتقى وسيجنبها الأتقى خدا بجا او كبر انسان آزاد كأوج آقري جهنمي دور بكوا يعني وانا تف ناوي ابو بكر الصديق خدا جرازي به. مولوده متى ولد رضي الله عنه من المتفق عليه بأنه ولد بعد عام الفيل أي إنه أصغر من النبي إما سنتين أو سنة وكم شهر ليس أكثر. لم يولد قبل الفيل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معروف بأنه ولد عام الفيل وأبا بكر من المتفق ولد بعد هذا التاريخ ولكن هناك خلاف سنة سنتين وشوية ليس أكثر يعني أكثر من قال ربما حوالي 3 سنوات ليس أكثر وليس أقل ما بين سنتين إلى 6 أو سنتين وحوالي 3 سنوات هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم. وله كلام جميل حينما الصحابة كذلك كانوا يجلسون مثل أن الآن أحيانا نقول عمرك كم وعمرك كم أنت كبير وأنت صغير وهذا عجوز وهذا شاب فحينما يتكلمون معهم الرسول بينهم صلى الله عليه وسلم فأبا بكر له أدب عظيم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنت أكبر مني وأنا أسن منك. السن من العجوز كان يقول أنا عجوز ولكن أنت أكبر لا يقول أنت أكبر وأنت أسن يقول أنت أكبر وأنا أسن أنا عجوز يعني. هذا من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه الكلمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كينغا خدي وداية أويكو كتاب تاريخ بجن ومتزانه پیغمبر كينغا خدي ودا رود بجن 571 او بدون عالی که 571 بريتنا ومرزان بو 571 چیه سالا فيل جرا فيل بجن سالا كو فيل شو ابرها هات هر غوازي كعبه خراكم جرا بجن عامل فيل
ابو بکر او پیغمبر او سال خودی ویدا ابو بکر 2 سال و تشتکیش پشتی وی تاریخ خودی ویدا یعنی تشتی که عالم تبد بیجن ابو بکر پیغمبر به عمر خوب شوکتره چه قصه بچوکتره 2 سال و 5 ماه 2 سال و 6 ماه 2 سال و 7 ماه یعنی زیده 3 سالانه نه که 2 سالانه نه ادوی نواهانه 2 سال و تشتکی حضرت ابو بکر به عمر خوش پیغمبر مستره ادبك ابو بکر جوارا بیجن براد عقل مدابه امام شافعی خدا رحمه الله که دبیجه جانت یکر عمر خو بیجو مازن بید بید پیر بولو اوات کو بچوک بید دبیت بچوک یعنی وکا تبچوک بید به قیمت که تمازن بید تا قبره یعنی اف ادب هان الجمتنا فقط جم ابو بکر الصدیق هبو جارنا صحابه جوا کامش خارود نشتن تا چند سالی خدا تکینگا دایا ولاد عمرت مازنه تگین جیبی کلمات گوتن دما کو پیغمبر جی خبر دادن علیه الصلاة والسلام ابو بکر دگو یا رسول خدا تج من ماستری اشتا پیرترم اشتا کالترم کالبون اختیاری بون معنی ضعیف بونه نه تخواست پیغمبر بیت ضعیف جی بوید کال بوی دگو از کالم لیت مازنی حال بکی 2 سالش پیغمبر بچوکتره اویاجی ادب که دما کو انسان به مزنکی خورا خبر ده عمری بچوک بجی وی ادب آنه گرش بیروانه که بله تواکین وی کلمانی عمر من ماستره لی تجمع ماستری عمر من اختیار تره از کال ترم لی تدها گنشتری اف کلمه هانت شکی خوش اف نزاکت هانت ناو مذهبه کلمه هانش پیغمبر دگو تجمع ماستری اشتا کال ترم وند بین کال و پیر کال ظلام آرت گوتن پیر جنارم بجم عادت کردای جانا دو فلان کس پیر بیا کال بیانه یاشلی معنوی اوه والده كما قلنا اسمه عثمان ولكن كان يعرف أبا قحافة تأخر إسلامه هذا من المتفق على تأخر إسلامه فدخل متأخرا في الإسلام ولكن والدته اسمها سلمى دخلت في الإسلام مبكرا ولها تاريخ مع الرسول صلى الله عليه وسلم ودور كبير في الإسلام فوالدته دخلت في الخير واسمها أم الخير ولكن والده تأخر إلى عام الفتح فعام الفتح دخل في الإسلام والده أبا قحافة رضي الله عن الجميع أبو بكر نقول نابي بابي چبو عثمان ليه بچد هات ناس كرن أبو قحافة جراد قوتن أبو قحافة أبو بكر دقوا أذكر أبو قحافة ما ندقوا كره عثمان وأبو قحافة أبو شاوك أو أبو بكر أو أبو قحافة أبو بابي وي درنگ بو مسلمان زو نبو مسلمان أنا تقدير أخذ درنگ بو مسلمان حتى صالكم مكة فتح بو کورجی ببو چعبی نمابون وقتی که پیغمبر هات زاروکی ابو بکر چون کال خوانین جن پیغمبر کو ببه مسلمان پیغمبر ویدید گو اچما بی اختیاریانی ازیم چما مالاوی بر اختیار ناتورا حرمت پیغمبر انسان که گلک نازک بو احترام اختیارات گرد گو اچما بی کال آنی یعنی ازیم چما مالاوی ابو بکر گو نا یا رسول خدا حق او رجبته پوری ویجی سپی ببو سپی اختیاره پوری سپی بیه پیغمبر گوی پوری آن سپی بايخك ليخنك اما قو راش نكر رنگا كيدن رشبون علامات جنجيتيا انسان عمري حفته وحشته به رشبون بيناك به قو رنگا كيدن ليخني ولكن جنبوه السواد قو راش نكن رنگا كيدن حناب كنت تشتكي دي بكن يعني بابي درنگ بو مسلمان فقط دايكا وينافي سلمى يزوب مسلمان حتى ابو بكر هجا المكيه پیغمبر المكي عليه الصلاه والسلام هجا اسلام وشارت كاس كي نزانه دياي بو مسلمان وقال خدمتك مازنجي تابع لا يا أخو أبو بكر جي إسلامي راكرين أمر آخر كذلك علينا أن نعلمه أبا بكر كان له مكانة بين القريش قبيلة كبيرة ولكل باب لكل منصب كما نقول من يقوده في أمر من الأمور هناك من مفتاح الكعبة بيده هناك من يسقي الحجاج هناك من يقدم لهم الطعام هناك من يحمل الراية وأبا بكر أتى إلى أسرته وظيفة حمل الديات كانوا يحملون الدية يعني إذا أصاب رجل خطأ في القتل فأبا بكر يتقدم في القريش يقول أجمع التبرعات حتى نعطي دية هذا فقريش كانوا يحترمون هذا المنصب ويعينونه حتى يقدم الدية فهذا علامة على مكانته في قريش كان صاحب منصب ويقوم بأمر من الأمور بين قريش أبو بكر وظيفة ويا الدنيا جهبوا وشبير بهناك قالوا جماعتهم بلكي دقوندي أنا داد قبيلات داد عشيرات دا هر إنسانكي وظيفة كوية مثلا الولاة ما دبي فلان كاس ولا نابراوي حكمت خوشه فلان كاس نابراوي زنگين خوشه فلان كاس ولا نابراوي إمام خوشه هر كاس كي بشكل كي
کارکی هبه هرکی کارکیت که ای قریشی جوا چند وظیفه وان هبون مثلا یک کلیله کعبه پیرا هبو یک آوا زمزم دا حجیه ابو بکر چه کتبو دستوی عائلاوی د قریشی دا اگر یکی بشاشیتی خوی نکی بکشتا یعنی کشت نکی بریداره کی تشتی کی هبون ابغوتا امپره ددن پره کومت کن اویاجی کتبو دستی ابو بکر درد کرد دگو فلان کس بشاشیتی کشتیه امی آخواسا خوی نایی بدن پره خوی نایی بدن ای پره یوتنه ملت دگو تمام امی پره بدن تب ابو بکر امین بون ابو بکر خدا جا راضی بد دزیه ند کر حیله ند کر پره وان توبت کر پره دبرد داوان اویاجی مقامه کی بو یعنی ابو بکر بگو تا از پره توبت کم حق خوینه تمام دگان پره دلنته ابجي وظيفه ابو خدا جا راضي به طبعا زوجاته كان قد تزوج رضي الله عنه من 4 نسوة وله 6 من الأولاد فسنذكر بعد الزواج كذلك زوجة اسمها قتيلة هناك خلاف هل دخلت في الإسلام أو لا ولكن في ظاهر تأخرت إسلامه وإن كانت قد دخلت فهي والدة عبد الله وأسماء رضي الله عنهما وهناك اسمه أم رومان بنت عامر أسلمت قديما وهاجرت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وهي والدة لعائشة وعبد الرحمن وتوفيت في عهد الرسول وكذلك أسماء زوجة جعفر أرملته ولدت له بمحمد ابن أبي بكر وكذلك حبيبة آخر الزوجات وولدت له ولدت لها بنت اسمها أم كلثوم رضي الله عنه يعني 4 نساء 6 من الأولاد أبو بكر خديجة راضي به زوجان دي وزارو معايلويش ناصب كم 4 حب جناني بون طبعا 4 حب سرهف نبون هاد عادته أو مطلق ملاق ددان جنا عول دي ده حب زاروكي بو احتمالك بلكي نبو بمسلمان أبو بكر يطلق دابج احتمالك مازن دي أسماء وعبد الله وانا كاتشي زاروكي أبو بكر خديجة وان راضي به احتمالك مازن كن نبو بمسلمان جي جنا كادني ديا عائشة وعبد الرحمن أوجي عائشة وعبد الرحمن جبريها بن عبد الله وأسماء زوب المسلمان عائشة شخون خانمة بيخنبرة عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن درك بو مسلمان عبد الرحمن حتى حرب بدر دا جي بيخنبرة نيارتيد كر أما مير بو يعني دبي بميرانية ناس كري بو شجاع بو إنسان اكي ظلام بو جنا كادن يجي جنا جعفر بري حضرة علي جعفر شهيد كا جناني حضرة علي حضرة أبو بكر بيرا زوجي جويجي حبكي كريوي تشبو نابي محمد بو أو محمد داويل جام حضرة علي مازن بو حضرة علي ويكر والي مصر اللي بيهات كشتن وكاتشا كادن يجي جنا كاويا دن تشبو دفردا جي كرامتك حضرة أبو بكر هي حضرة أبو بكر بريك وفاة بك عائشة قيزة خراد بيجا خانما پیغمبر و قيمتها دايكا بسلمانه ودبي قيزة من دبي دحب بريته هنا ودحب خشكيته هنا عائشة دبي الساكنين دبي مقوبا ودحب بري من مناسكر محمد وعبد الله لي خشكي مجي حبكي خشكادنة كدايا خشكي محبكي نتج ما دبي دحب خشكيته دبي جنا من عدني بحملة از دبي كاتيا دليمكو قيزبه يعني كاتيا دليمكو قيزبه سبحان الله بشتك أبو بكر وفاة كجنس صبيتنا دنيا قيس دنيا أبيج بجش كرامات أبو بكر خدا جرازيبه خدا كتشكي دايكي أو كتشاوجي بشتي ولادوي هات دنيا أفانا تفصيفات أبو بكر قيزي وزاروكي عائلاوي وهناك شيء عن أبا بكر لا نعرف في تاريخ الأنبياء عائلة اجتمعت فيه أوصاف مثل أوصاف أبا بكر 4 آباء دخلوا في الإسلام صحابة والد أبا بكر مسلم صحابي أبو بكر صحابي ابن وبنته صحابة أحفاده صحابة 4 اجتمعوا في أبا بكر ولا الكتب يقول لم نسمع بأحد الأنبياء قد اجتمع في أحد أصحابه يعني 4 آباء شاهدوا نبيا وآمنوا به تشتكي دنيا تايبتي يعني تايبت خاصيات أزلك أبو بكر 4 باف صحابانت عائلة أبو بكر ده 4 باف بابي أبو بكر صحابي لايوي صحابي تورني صحابينا أبياجي وكنا حضرة إبراهيم حضرة إسحاق حضرة يعقوب حضرة يوسف تبيخنبره كده دبي أمتا واندا 4 باب كو بيخنبره كده تبن إيمان بياني بنتنا يعني أما إيه حضرة أبو بكر خدا عز وجل ذي مقام يعني دايكي عائلة ويتاب ساكنوا ببون مسلمان
هناك أمور أخرى. أبا بكر كان يعرف معروف بعدة صفات، ومن هذه الصفات إنه علم الأنساب، يعرف من ابن من، القريش خصوصا، في القريش هو كان خبير بالقريش وما حولهم من القبائل، وهذا كان له دور كبير جدا. حينما كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله الرجل الفلاني رجل مناسب وهذا غير مناسب، أو حينما يختار أحدا يعرف من يختار، فلذلك كان يختار. عمر بعد ذلك يقول رحمه الله كان أعرف بالرجال مني، كان يقول في حقه هكذا، يعرف الرجال كثيرا. كان تاجرا وله رأس المال ضخم، وكذلك كان محبوبا في قومه، يحبه، يعني رجل طيب الأخلاق، لين، يضحك، يمشي، يعطي، لا يخاصم كثيرا، كان محبوبا في قومه. ولم يشرب الخمر ولم يسجد لصنم. هذه من صفات أبا بكر رضي الله عنه، من طبيعته الله عز وجل أبعده عن المحرمات. أبو بكر بشد هات ناس كرن قالوا جماعته يك نسب وزانتنا نسب كي لايكيه عائلة كيه كي فلان كس لايكيه فلان كس لايكيه. أبو بكر علمي أبو خلقين ناس كر كي لايكيه بزمان ما أنا كي كان قرش بردك، يعني تفاد زانبو كي ظلامه كي نظلامه، كي عائلة كمزنا كي نا عائلة كظلامه، كي خوي خبردان أخويا كي برات فروتاني تفا ناس كر. أبيجي فايدة كويا قال لك مازن شيبو أبو بكر خدا جرازي بدما كوبو مسلمان زانبو كي بينا إسلامي تق فلان كسر تقول ربنا مسلمان فلان زانبو جوهره وان باكر ناس كر خلقه، يعني حتى حضرت عمر خديجة رازي دبي والله أبو بكر جمن زيادة ملة الناس كر من وكوي ناس نذكر إنسان كي وسام مازنبو تجارته قوية باش كر تجارته يهبو إنسان كي فقير نبو تجارته يذكر بپری وقتی که معرف حساب دلار که تقریبا نزدیک 300,000 دلار تجارته يهبو، يعني بپری آنها وی وقتی دبی 40,000 درهم زیف 40,000 درهم زیوی که معرف حساب آنها که نزدیک 200-300,000 دلار سرمایه تجارت پره کی اندک نه یکی آنها بی عجیبه پره تجارت بکه. انسان کی قومی جی حست کرد و حیات خدا بریا اسلامی عراقی و نخواریه و نخواریه دیگه که حرام بوجی، یعنی سربست بو دبی تجمع و نخواریه دبی از بچوک به مروک یکی دید عراقی خواریه سرخوش بیه دست خود کنه و پیسی تینا بیند که چقدر تشتكي پیس دبیم مدید مگو که عجیبه که مزیه که بیار غزیل ببم دبیم و نخواری، يعني و صنم جید دبیم اما قد نکت یا دلی من مقد استی خوش حبکی هیکل راجی خوال نکر و حتی که مرجی خودش راضی به نچوش سجده تشتكي را سجده نکر. حفتاتی ان شاء الله ام بحثاوی اسلامی و حتی وفاتای بکرتای ام بحث کنیم، يعني حتی پیغمبر وفات کرد بو خلیفه قيمته خدمات أمازون الإسلامي رامي بين زمان إن شاء الله. في الجمعة القادمة إن شاء الله سنتكلم حول دخولي في الإسلام وما قدمه للإسلام في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بهذا الأمر نكتفي حتى نعلم من هو خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي قاد الأمة إلى الخيرات. جبونك أم في صحابي ناس أو قصة بس حفتات تيجي من بحث إسلام يمكن أفزات مبارك أفزات مازن ربي عالم جوان راضي به إن شاء الله وإياكم.